المشكله ان العقليات دي على الفيس مثلا او على اي مكان موقع من التواصل الاجتماعي تلاقيهم بيكتبوا الكلام ده عادي، وتبص تلاقي فيه بقى شويه ايه، لا مؤاخذه يعني، وراهم كتير كتير وبيدعموهم والله يا بطل واضرب ومش عارف ايه وكلام من ده. بس لما تيجي تطلع مثلا في التلفزيون وتقف قدام واحد اهلاوي وتقول الكلام ده، طبيعي انه هيضحك عليك، طبيعي ان هيبقى شكلك مضحك. مش هتلاقي بقى الدعم اللي انت كنت بتشوفه على الصفحه عندك، بس الصفحه عندك حاجه تانية عليه شويه لا مؤاخذه، فاهم؟ السلام عليكم. امبارح كان في كده حاجه مضحكه طبعا مع كابتن ابراهيم فايق. الموضوع بقى يعني بقى صعب قوي، بقى اوفر قوي والله بجد. الموضوع بقى مناظرات، وكل شويه اجيب واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، والزملكاوي كلام محفوظ وكلام بص مكرر وممل وحاجه يعني نفسي امنيه حياتي يجيبوا حاجه جديده. بس المهم نفس الكلام ونفس يعني هو تحس ان العقليات عندهم والله العظيم بجد كله طبعا مقدمين المحتوى عندهم 90% منهم مثلا هم نفس الريحه والتسريحه. هو سوفت وير واحد نازل على الدماغ يا باشا. بص انا حافظ مش فاهم، انا هقول لك الكلام اللي هو اللي ايه اللي انا حافظه ومش عارف ايه. فكان في طبعا صاحب محتوى زملكاوي وكان معاه شادي حبشي طبعا اهلاوي. شادي حد كان تحس ان هو ايه، عارف انت اللي هو. على فكره أنا بالمناسبه انا لما هتكلم عن الشخص الزملكاوي انا ماليش دعوه بشخصه، كل التقدير والاحترام لشخصه. انا بتكلم على الاقوال اللي هو قالها، على كل حاجه قالها. يعني لما اجي مثلا هتريق او هسخر من اي حاجه اتقالت، فانا بسخر او بتريق على الكلام اللي اتقال مش على الشخص نفسه. كل التقدير والاحترام للايه، للشخص. فشادي بقول لك هو اصلا قاعد تحس ان هو قرفان من الكلام، تمام؟ قرفان كده ونظراته اصلا، فاهم؟ تحس ان هو بيبص لابراهيم كل شويه. فيا يا ابراهيم انت جايب ده منين؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ كلام طبعا لا يعقل، وكلام بقول لك يعني. عارف انت كان في الفيلم مش عارف بيقول لك فيلم اتهرس 50 مره في الافلام الابيض والاسود، هو نفس الكلام مش هغير. فيجي مثلا يتكلم الواحد بيبقى مثلا مستني يسمع حاجه جديده، مستني يسمع دليل، مستني يسمع اقوال بقى، فاهم؟ اللي هو يعني خلاص بقى تثبت ان الزمالك ده فعلا مظلوم بقى، وان الاهلي ده بقى وحش بقى، وان ازاي انت كده. فبص تلاقي الكلام كله اغلبه ايه، يقول لك والله اصل انت عندك اهدار مال عام. فشادي هو قام باص له كده باستغراب، اللي هو يا عم اهدار مال عام ايه، ما تروح النيابه، انت جاي ليه طب هنا؟ احنا هنا برنامج كوره بنتكلم في الكوره، عايز تروح بقى اهدار مال عام وبتاع، عندك النيابه وعندك المحاكم. وده فعلا والله ده رد طبيعي ومنطقي. والميزه اللي بتميز شادي طبعا بعيدا عن عن رقيه وعن اخلاقه وعن ثقافته وعن حاجات كتير قوي في شخص شادي. على فكره والله ما اعرفه شخصيا، بس طبعا راجل ما شاء الله عليه، يعني حاجه تشرف زي ما بيقولوا. بعيد عن كل ده اللي بيعجبني فيه هدوءه. يعني اي حد اهلاوي طبيعي لما يقعد قدام واحد زي ده المفروض ان هو كلامه يستفزه، فاهم؟ يتعصب. لا شادي ما عندوش الحته دي، شادي عنده هدوء شويه، فكانت حلوه بصراحه منه. يعني اللي هو عارف ان هاخدك على قد عقلك، او هتكلم مثلا يعني وجه له كلام كده شويه وقام موجه باقي الكلام لمين؟ لابراهيم فايق. المهم بقول له هدار مال عام، وانتوا جبتوا كام لاعب محترف واديتوا له الفلوس بتاعته. فشاد استغرب بيقول له طب حته الهدار مال العام دي بقى نروح ايه، روح انت النيابه، روح المحاكم، مش انا هتكلم كوره بقى. الموضوع ككوره ان انت بتعايرني ان انا جايب لاعب وما توفقش معايا وبديله فلوسه عشان ما يروحش مثلا يشتكيني واروح الفيفا والمحاكم والكلام ده. هي دي حاجه يتلام عليها النهارده يا جماعه والله بجد. المشكله ان العقليات دي على الفيس مثلا او على اي مكان موقع من التواصل الاجتماعي تلاقيهم بيكتبوا الكلام ده عادي، وتبص تلاقي فيه بقى شويه ايه، لا مؤاخذه يعني، وراهم كتير كتير وبيدعموهم والله يا بطل واضرب ومش عارف ايه وكلام من ده. بس لما تيجي تطلع مثلا في التلفزيون وتقف قدام واحد اهلاوي وتقول الكلام ده، طبيعي انه هيضحك عليك، طبيعي انه هيبقى شكلك مضحك. مش هتلاقي بقى الدعم اللي انت كنت بتشوفه على الصفحه عندك، بس الصفحه عندك حاجه تانية عليه شويه لا مؤاخذه، فاهم؟ وتطبيل وحاجات طبعا انت فاهمها يعني. والله بجد ما انصحكش انت اي حد بيعمل محتوى زملكاوي، ما انصحكش الكلام اللي انت بتكتبه على الفيس تقوله في، لو سمحت لك الفرصه يعني انت تطلع على التلفزيون ما تقولوش، ما قول اي حاجه تانية. صدقني والله العظيم دي لمصلحتك انت. المهم فرد عليه طبعا بطريقه وباستخفاف بيه، لان طبعا الكلام او بالكلام اللي هو قاله كلام كله طبعا مرسل. زي مثلا يقول له ايه، والله اصل احنا عندنا جايبين صفقات على قد كده على قد الايد، لكن الاهلي عامل صفقات ملياريه. فشادي برضه قام باصص لابراهيم فايق مش عايز يكلمه. شادي والله بجد مش مستوعب الكلام اللي بيتقال. فبقول له يا ابراهيم صفقات مين اللي ملياريه وصفقات مين اللي على قد الايد؟ ده الاهلي ماشي عامل صفقاته السنه دي ب 5 مليون ونص، 5 مليون ونص مليون دولار. الزمالك عامل بسبعه وشويه. يعني الزمالك اصلا صارف اكتر من الاهلي، فين الصفقات الملياريه؟ وبيقول لك على زيزو اصل ده صفقه سلبيه وصفقه كيديه.
فالمهم فبرضه رد عليه رد ايه فاهم، جاب من الاخر. قال له والله اللي هو شايفه سلبي ومش عارف ايه، هو الكلام ده كله علشان خاطر بس ان انت خدت زيزو من قلب نادي الزمالك وهو نجم الجيل بتاعهم فري من غير ولا جنيه. هو ده اللي عم اثر عليهم لحد دلوقتي ولسه هيأثر عليهم فتره طويله. فمعلش مفيش حد عاقل يطلع يقول زيزو صفقه كيديه وسلبيه. سلبيه ايه؟ ويقول له اصل عمل مشاكل في امام عاشور انتوا مش عارفين تجددوا له. فقال له يا ابني نجدد لمين؟ امام اصلا لسه في عقده 3 سنين. 3 سنين. المهم ملخص الكلام كله كان طبعا الكلام كله ايه مضحك كده، ويقول له ايه ملخص الكلام، يقول له مثلا انت عايز مثلا تنافس فاديني الفلوس اللي مع الاهلي وانا هنافس، اديني مش عارف ايه اللي الاهلي بياخده وانا هنافس. فطبعا شادي بيقول له ابراهيم هو ينفع ابراهيم اجي لك اقول لك اديني شقتك وعربيتك وشوف انا هعمل ايه؟ يا جماعه بقى عيب بقى والله بجد، اكبروا بقى اكبروا بقى، خلوا العاليه دي انضفوا شويه، خلوا الجيل اللي طالع ماشي يفكر. انتوا دايما عايزين الجيل اللي وراكم يبقى زيكم زي اللي قبلكم زي خلاص، هو الاهلي نادي الدوله والاهلي نادي الحكام والاهلي مش عارف ايه. لكن انت ما عندكش لما يجي مثلا يطلع واحد زي طبعا كابتن حماد عبد اللطيف يقول الحقيقه زي ما كابتن حسن شحاته قالها قبل كده، زي ما ناس محترمه قالتها قبل كده، الناس دي انتوا بتدفنوها بتخوضوا في عرضهم وبتشتموهم رغم ان هم ما بيغلطوش، حتى لو وجهه نظرهم غلط من وجهه نظركم. لكن طبعا خوض في العرض والشتايم واللجان اللي انتوا بتعملوها عليهم دول علشان خاطر ما فيش حد تاني يجرؤ، زملكاوي تاني يجرؤ ان هو يقول نفس الكلام بتاعهم. عايزين الناس اللي هي اشكال دي، الاشكال اللي هي نفس الريحه والتسريحه اللي بقول لك عليها، ان هم يطلعوا يقولوا الزمالك ده مظلوم، الزمالك ده يا عيني، الزمالك ده لو معاه فلوس الاهلي كان. طب يا ابني ما هو الاهلي ده هو الفلوس دي هو قاعد فيها، في رعايه، في مش عارف ايه، في زي ما انت بتقول كده ان مثلا الارض اكتوبر ديت ان انت خلاص بتتدمر بسببها عشان فرع. الاهلي قال لك عنده 4 فروع، الاربع فروع دول ما مش عارف والله. اتعب واشتغل، نفسي امنيه حياتي اتعب واشتغل، اتعب واشتغل ان شاء الله تلاقي. عندك بيراميدز اهو، بيراميدز بيشتغل اهو، خد بطوله افريقيا اللي انت مش عارف تاخدها من بقالك اكتر من 23 سنه، صح ولا لا؟ ما عادش بقى يقول الكلام اللي كان بيقوله. خلي بالك بيراميدز كان بيقوله. عشان كده بقول لك انا دايما بقول ان بيراميدز هو المنافس بتاع الاهلي اللي جاي خلاص. مع الزمالك والله مع كامل تقديري واحترامي للزمالك ولكل الزملكاويه، الزمالك بيختفي والله العظيم، الزمالك بيختفي. انت خدها بقى زي ما انت عايز باي معنى انت عايزه. انا نيتي والله ان انا بقول ايه كلمه حق، او انتوا السبب في اختفاء الزمالك، انتوا السبب. يعني لما الزمالك يوصل ان هو خلاص هيختفي والاجيال اللي طالعه العيال الصغيره كلها تطلع هتشوف الاهلي بياخد بطولات وبيراميدز ممكن بيقاوح معاه وبياخد منه بطوله ولا بتاع، اللي هيبقى التشجيع اهلي وبيراميدز، ما عادش هيبقى اهلي وزمالك بسببكم. ليه؟ لان بيراميدز بقول لك كان الاول بيقول الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، قعد كام سنه مفيش ولا بطوله. اول ما ابتدى يركز وابتدى يشتغل فعلا ويجيب صفقات فعلا ويحاول ان هو يرتب اوراقه ويحاول ان هو يشتغل بجديه وكلام من ده، ربنا كرم ببطوله افريقيا والانتر كونتيننتال. وهيكمل على فكره بالمناسبه، بيراميدز هيبقى منافس قوي جدا للاهلي الفتره اللي جايه، وهيبقى له جماهير بعد كده. مش جماهيرك، لا سيبك من ان انت بتشجعهم، انا عارف انت بتشجعهم، بس هيبقى له جماهير تانية طالعه ناشئه لسه صغيره، هتكبر هتلاقي في بيراميدز بيكسب فهتمل ليه. بعكس طبعا الزمالك اللي انتم مودينه في داهيه، انتوا اللي مودينه في داهيه، مفيش حد موديه في داهيه ولا في حد بيتامر عليه ولا اي حد. يعني من ضمن الحاجات اللي هو ذكرها المضحكه، يعني يقول لك اصل شوف فضيل فتحوا لكم اتحاد الكوره الساعه 5 الفجر. ماشي انا معاك على فكره بالمناسبه، اتقال فعلا كده وفعلا دي مجامله واضحه. بس انت ما تسالش نفسك، انت احمد حسن لما جيت اتأيد في نص موسم، مش هقول لك بقى ان كان مثلا ايه الفجر لا ده في نص موسم اللي هو مفيش حاجه اسمها تأييد اصلا. طبعا سياده المستشار مرتضى منصور لما راح دخل الحمام على الناس وايد اللاعب اللي هو عايزه. انتوا عايزين ايه؟ عايزين توصلوا لايه؟ عايزين تقولوا ايه؟ ما اعرفش. المهم عشان الفيديو طول شويه، بجد يا ابراهيم فايق بلاش الحاجات دي، او لو في حد عنده جديد يا ريت ان هو يجي يقول اي حاجه جديده، لان كل الحاجات دي اتهرست قبل كده في 500,000 فيلم ابيض واسود قبل كده وزهقنا منها والله، زهقنا منها. المشكله بقى صحيح اخر حاجه بقى، معلش اخر نقطه، يعني بعد كل اللي انا بقوله لكم ده واتفرجوا على الفيديوهات وهتبص هتلاقي ان في ايه صفحات الزمالك بتقول لك ان هو صاحب المحتوى الزملكاوي ده بهدل شادي حبشي. بصراحه كميه كوميديا يعني مش عارف والله العظيم، نفسي اعرف يجيبوا الجرأه دي منين. عايز اثبات على كلامي؟ مش هقول لك اتفرج على الحلقه، اتفرج على البوست بتاع شادي بعد الحلقه واتفرج على الاخ دوت بعد الحلقه، هتبص تلاقي شادي كاتب كلمتين بالظبط: شكرا لكم ولرسائلكم ولدعمكم. شكرا ليه؟ راجل واثق من نفسه وعارف ايه اللي اتقال. التاني بقى
عارف ان هو ايه اتاكل، فلقى ناس بتدعمه وناس بتقول له لا ده انت كنت كويس، طب ما ينفعش اطلع بقى يبقى خلاص اطلع اقول ايه يا جماعه. والله كاتب منصه كده كبيره يقول لك الحمد لله ظهوري بشكل جيد ومش عايز بس حد يغلط في شادي، وهو راجل محترم وراجل مثقف ومش عارف ايه، ومش معنى ان انا طلعت بشكل كويس ان هو يبقى وحش او ان هو انتصر عليا او انا انتصرت عليه. فاهم الفلسفه بتاعتهم الكدابه دي؟ لازم، لان هو عارف، هو من جواه عارف ان هو اتبهدل في الحلقه، بس لقى ناس بهاليل عماله تقول له ده انت دغدغته فالولد مش عارف يعمل ايه، قام كاتب كام كلمه اي كلمتين وخلاص، اللي هو يا جماعه بقى ما حدش يتكلم بقى في مين اللي انتصر ومين اللي ما انتصرش بقى، ما تعرفونيش صباحكم بيضحك، صباحكم بيضحك يا رجاله.